بصحى كل يوم نشيطة وحياتي مش كلها مثالية، بس بقيت أبدأ يومي بطريقة مختلفة. حاجات بسيطة من غير ضغط خلتني أرجع لنفسي شوية بشوية. بصراحة ما قمتش في يوم وقلت يلا أبدأ حياة جديدة، بس كنت تعبانة ومش مرتاحة ومش مرتبة من جوايا بقالي فترة، فقررت أبدأ بحاجة بسيطة: كوباية المية. أول عادة خدت بيها أول خطوة إني أشرب كوباية مية أول ما أقوم من النوم. هي حاجة صغيرة جدا بس بتخليني أحس إن أنا بدأت، جسمي بيصحصح، دماغي بتفوق، وكأني بقول لنفسي صباح الخير. العادة دي مش بس صحية، دي منقذة. أنا تقريبا في كل فيديو عملته لازم أكلمكم فيه عن الجورنالينج، لأنه بجد هو مهم جدا وفرق كتير جدا في حياتي. الكتابة بالنسبة لي في الجورنال كل يوم حتى لو سطرين بتخليني أفهم نفسي، أفرغ مشاعري، أرتب دماغي، وكأني بكلم نفسي على ورق. أنا مش expert في التأمل، بس 5 دقايق بس أغمض عيني، أتنفس، قلبي يهدى، بفصلني عن دوشة الحياة. أوقات كل اللي بعمله إني بس أتنفس ببطء أو أقعد ساكتة وأخد نفس. اللحظات الصغيرة دي زي زرار بيطفي دوشة دماغي. مبحبش روتينات السكين كير الطويلة، لكن بحب أحس إني باخد بالي من نفسي حتى لو بدقايق قليلة، لأن العناية بالنفس مش رفاهية، هي احترام. أكتر عادة مش بحبها، مش من مفضلاتي خلينا نقول كده، بس بتفرق جدا معايا لو عملتها: الترتيب. أنا أوضتي مش مترتبة خالص دلوقتي خالص، يعني بداية من هنا في هدوم في كل حتة، السرير لسه متظبطش، كل حاجة، المكتب. أنا من الناس اللي مش بتحب الترويق، بس لاحظت كل مرة بقرر فيها إني أروق أوضتي بحس إن في حاجة جوايا بتترتب مع كل حركة. مش لازم تبقى بتلمع، بس لما كل حاجة بتبقى في مكانها كأن دماغي كمان بتبطل الزحمة. وصحيح اللي بيشوف الفيديوز بتاعتي القديمة هيلاحظ إن في تغيير. إحنا غيرنا أماكن شوية حاجات في الأوضة، عشان عارفاكم هتكونوا مستغربين، بس إحنا غيرنا حاجات في الأوضة، نقلنا حاجات مكان حاجات.
من العادات اللي هي جزء من يومي، جزء كبير جدًا من يومي بصراحة، عشان من عاداتي المفضلة إني أعمل مشروب يهدّي أعصابي، وأقعد أهدى وأقرا في كتاب. اللحظة دي مش بس راحة، دي طريقة أفصل بيها عن التوتر، أهدّي دماغي، بامارس هواية من هواياتي المفضلة. القراءة بتهدّي دماغي وبتاخدني لعالم تاني، وبتاخدني من أي دوشة، ده غير إنها تفصلني عن العالم اللي أنا عايشة فيه، والمشروب بيساعدني أروق. فما فيش أحسن من كده إن أنتم تعملوا مشروب يهدّي أعصابكم وتروقوا كده، وتقعدوا تقروا كتاب. الرواية دي اسمها أرض الإله لأحمد مراد. الرواية دي قريتها زمان وبعدين رجعت أقراها تاني. الرواية تحفة بصراحة، تحفة تحفة تحفة. وكمان بتتناول قصة سيدنا موسى بطريقة مختلفة أو من منظور مختلف. حتى كاي اللي هو البطل بتاع الرواية بالزمن بتاعه بكل التفاصيل اللي كانت في الرواية تشدني، وبحس بجد ان انا عايشة في عالم تاني، عالم قديم. انا بحب الروايات او اي حاجة من تتكلم عن عالم قديم او عالم مش في عالمنا المعاصر، فبتسحل قوي وبخش قوي في الروايات اللي زي دي والاحداث اللي زي دي. فالرواية دي لو انتوا عايزين حاجة زي كده هتشدكوا، وغير ان احمد مراد رواياته بتاخدكوا لعالم تاني. Body up and stretch out that back. So nice big circles. We'll do 3 one way and then switch. لسه مخلصة ستريتشنج. انا مش من الناس اللي بتروح الجيم، بس جسمي بيحب يتحرك. بقيت كل يوم اعمل ستريتشنج حتى برضو لو 5 دقايق في البيت. بحسهم كده زي رسالة لجسمي اللي هو انا سامعاك. والتمدد ده بيخليني كده ابقى فايقة، ابقى صاحية. بيفكرني اللي هو انا عايشة وحاسة بجسمي. انا من الناس اللي بتحب القعدة في الأوضة، فحاولت بجد ان اخلي التمدد اني اعمل stretching في البيت عشان اتحرك، لان احنا في الاجازه انا بقضي وقت كتير قوي جدا في البيت في الاجازه. فساعات ممكن اقعد اسبوع في البيت ما بطلعش خالص، خصوصا في ايام الاجازه ديت انا لازم اعمل ده عشان احس ان انا اتحركت، لاني ما بخرجش من بره البيت. بحب قعده البيت، بحب القعده في الاوضه. وانا من الناس اللي بتحب القعده في الاوضه. يعني القعده اللي انا قاعداها دي بقت المساحه بتاعتي، اني بس اقعد جنب شباك او انا قاعده جنب البلكونه وانا قصاد الشباك فدخل شمس ونور طبيعي. فده بيحسسني ان ابعد شويه عن الكسل، او اني اقعد على الارض واستمتع بالنور الطبيعي. مش شرط اخرج من البيت، بس انا بخلق جو جوه الاوضه بيحسسني ان في نور وهوا. حاليا اصلا دلوقتي انا بلون. برضه دي عادة أنا عملتها في يومي، إني أخصص وقت ليا لنفسي بعيد عن أي صوت، بعيد عن أي شاشة، أبعد عن الموبايل، أي حاجة أبعد عنها. أقعد بس ألون زي ما أنا بعمل دلوقتي، أو أرسم، مع إني مبحبش الرسم بصراحة، إني مبعرفش أرسم. بس ساعات بيبقى في حاجة في دماغي ببقى عايزة أطلعها في رسم بصراحة. أو حتى أسكت بس معملش حاجة، أبقى قاعدة كده جنب النور والهواء الطبيعي ده والجو اللي أنا عملته في الأوضة، وبس كده أقعد ساكتة. اللحظات اللي زي دي كأنها بتعمل ريست لعقلي. حتى صوت العصافير بره اللي انا سامعاه حاجة في منتهى alone time. بخلق جو في الأوضة بيحسسني إن الدنيا فيها نور وهوا. وبحاول بقى أعمل حاجة بقى، إني أطلع أقعد في الشمس، بس ده قبل الساعة 11. انتوا فاهمين الشمس عاملة ازاي في الصيف؟ فأنا لو لحقتها قبل الساعة 11. بس الأجازة ساعات بنام بصحى متأخر بصراحة عشان أجازة. لو لحقت الشمس قبل الساعة 11 بحاول أقضي وقت فيها عشان أخد فوايدها. لكن غير كده لأ، ما بحبش أقترب من الشمس، بس أحس إنها بتدخل لي نور طبيعي
الورقة دي أنا بسميها عادة الامتنان. العادة دي أنا عملتها مؤخرا بصراحة، خليتها في عاداتي مؤخرا. عادة أنا بعملها قبل ما بنام، بس أنا عشان الفيديو هيخلص فأنا عايزة أقولها لكم، عايزة أكلمكم عنها. أنا قبل ما أنام بكتب ورقة زي دي أنا ممتنة ليه، وبكتب 3 حاجات ممتنة ليهم إنهم حصلوا النهاردة حتى لو بسيطة. زي مثلا إن أنا مثلا النهاردة أنا قريت كتاب حلو النهاردة، أو الغدا كان طعمه حلو قوي وأنا حبيت الغدا قوي النهاردة، كان عليه طبق أنا بحبه. الامتنان بيخليني أشوف الحلو اللي حواليا بدل ما دماغي تشغلني وتفضل تحلل وتقلب في الوحش. فبكتبها كل يوم وبحطها في برطمان، بطبقها كده وبحطها في برطمان. هوريكم البرطمان ثانية واحدة. وبحطها هنا. أنا مش بوعد نفسي إني أكون ملتزمة بالعادات دي كل يوم. كل مرة بختار إني أعمل عادة من العادات دي بحسها بتقربني من نفسي أكتر. العادات دي مش حل سحري، لكن هي خطوات بسيطة بتاخدني في طريق مريح فيه هدوء، فيه وعي واهتمام. لو انت كمان حاسة انك تايهة أو متلخبطة، جربي تبدأي بحاجة بسيطة، مش لازم تكون كاملة. المهم تكون رايحة في اتجاهك، لأنك تستاهلي حياة أهدى حتى لو بداية بسيطة. لو عجبتك العادات دي جربي واحدة فيهم وقوليلي في الكومنت جربتي ايه وليه اشمعنى. بشوفكوا الفيديو الجاي.